مساء الفل، اخباركم ايه؟ دلوقتي الرابطه رجعت في كلامها وقالت ان احنا مش هنتحمل تكاليف الحكام الاجانب للماتشات اللي هي كانت مذكوره في الخطاب بتاعهم، الاهلي والزمالك كان ماتش الازمه طبعا، وبيراميدز والزمالك، والماتش التالت البيراميدز والاهلي. وقال ان احنا مش هنتحمل التكاليف الماديه، وكان يعني في كلام اتقال ان لجنه الانديه في اللجنه الاولمبيه قالت ان الكلام ده اصلا مش قانوني، فبالتالي رجعوا في كلامهم. لكن اللي حصل واقع الامر ان لجنة الأندية في خطابها رابطة الأندية قالت إن مفيش مبرر إنك تتحمل فلوس الحكام الأجانب في الماتشات التلاتة دولت بس، وباقي الأندية لأ. يعني أنت كده بتاخد من فلوس الأندية وبتدفع للأهلي والزمالك وبيراميدز. طب ليه يعني؟ هما يعني إيه ذنب باقي الأندية إنك تاخد من فلوسهم؟ إلا بقى لو هتخصم من حصة الزمالك ومن بيراميدز ومن الأهلي، من الحصة المالية الخاصة بيهم في الفلوس هما بياخدوها من بطولة الدوري يعني. لكن ايه ذنب باقي الانديه؟ الكلام ده هيفتح عليك مشاكل كتير، ويفتح عليك مشاكل من الانديه التانية كتير، وكله بقى هيطالب ان طب برضه انديه الهبوط هات لنا حكام اجانب. فبالتالي الرابطه قررت كبرت دماغها وقررت وشافوا ان ده مش عيب ان هم يرجعوا في كلامهم يقولوا لا، اللي عايز حكام اجانب هو اللي يطلب، واحنا مش هنتحمل تكاليف. الرابطه رجعت في كلامهم، هم شايفين ده عادي، وانا برضه شايف عادي يعني، حصل غلط ممكن، او هم كان ليهم وجهه نظر ساعتها، لكن بعد كده رجعوا في كلامهم واتبعوا الطريق الصح. والصح فعلا ان الفريق اللي عايز حكام اجانب هو اللي يدفع طبعا. ده منطقي جدا يعني. فدي قصة الرابطة، وقصة تراجعها عن القرار اللي هي كانت خدته قبل كده في خطاب الاتحاد الكوري يوم 9 مارس قبل ماتش الأزمة بيومين. ودي كانت التفصيلة الخاصة بلجنة الأندية في الأولمبية، اللي كانت ليها طبعا دور كبير في إن القرار يتغير تماما. والأندية اللي هتكون عايزة حكام أجانب هي اللي هتطلب بنفسها، والرابطة مش هتتحمل تكاليف أي فلوس تانية.